يلا بينا نعمل شوية فطاير محشية جميلة جدًا، وبجد عاملة زي القطن كده، لمّا هتعملوها مش هتصدقوا قد إيه هي طرية، حلوة أوي كفطار أو كنقنقة أو للجوع بتاع آخر الليل، بجد هتعجبكم جدًا، واللذيذ فيها إن أنتم ممكن تحشوها حلو أو حادق، يعني تمشي مع الاتنين. وممكن يتعمل منها كميات كبيرة تتشال في الفريزر، تنفعكم بقى في الشغل، تنفع كمان مع الأولاد في الlunch box لإن الحشوة من جوه فما بتقعش منها، ودي حاجة طبعًا كويسة جدًا. عشان نعملها هنحتاج نص كوباية من اللبن يكون دافي، وهنضيف عليها برضو نص كوباية من المية تكون دافية. ممكن طبعا نستخدم كل كمية السوائل حليب أو كل كمية السوائل مية زي ما تفضلوا. بعد كده هنضيف عليهم معلقتين كبار من السكر، وكمان معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هنقلبهم مع بعض كويس لغاية ما السكر ما يدوب والخميرة كمان تبدأ تدوب، ونتأكد إن هي شغالة كويس. هنضيف عليهم ربع كوباية من الزيت، وكمان بيضة هنضربها كده كويس وهنضيفها ما عدا معلقة منها هنخليها على جنب عشان دي اللي هنستخدمها ندهن بيها وش الفطاير بعد كده. هنقلب بقى كل المكونات دي مع بعض، وبعد كده هنضيف عليهم معلقتين من الحليب البودرة. لو احنا هنستخدم السوائل كلها مية يبقى نخلي الحليب البودرة 4 معالق مش معلقتين. وهنضيف كمان نص معلقة صغيرة من الملح. هنقلبهم مع بعض كويس وننزل عليهم بالدقيق اللي هي 3 كوبايات وربع. ونبدأ بقى نقلب كل المكونات كده مع بعض، ونشوف القوام بتاع العجينة عامل ازاي. لو لقينا ان العجينة ملزقة او بزيادة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ممكن نضيف معلقة من الدقيق، يعني انا ضفت معلقة تانية كبيرة كده من الدقيق. ونبدأ بقى نلمها. بس العجينة لازم تفضل طرية، انا مش عايزة العجينة تبقى متماسكة، لا عايزاها فيها تلزيقة شوية. بعد كده هنبدأ بقى نلم العجينة بإيدينا عشان نعرف القوام بتاعها ونحس بالملمس بتاعها كويس. دلوقتي احنا خلاص لمينا العجينة، بس طبعا لسه فيها تلزيقة زي ما انتوا شايفين. عشان نلمها خالص هنجيب بقى معلقة كبيرة كده من الزيت ونبدأ نلم العجينة بتاعتنا، عشان انا مش محتاجة ان انا اضيف دقيق تاني، عشان ده القوام ده اللي هيخلي الفطاير بتاعتنا بجد تبقى عاملة زي القطن. هنبدأ نلمها بقى بمعلقة الزيت كده لغاية ما تتلم معانا كويس. احنا بنحتاج نعجن في المرحلة دي تقريبا حوالي 10 دقايق، عشان عايزين العجينة تبقى ملساء تماما معانا. شايفين ده الشكل الأخير بتاع العجينة، فيها تلزيقة خفيفة لكن بنقدر نلمها كويس جدا بإيدينا. هندهن الطبق بقى بزيت، وندهن طبعا الوش بتاع العجينة بالزيت عشان ما تعملش أي قشرة معانا. هنغطيها ونسيبها تخمر نص ساعة، مش هنزود عن نص ساعة. لغاية ما تخمر العجينة نبدأ بقى ان احنا نحضر الحشوة. انا هنا هحشيها بجبنة وعليها فلفل. بالنسبة للجبنة انا استخدمت نوعين، استخدمت فتة ومعاها اسطنبولي. الاسطنبولي بتدي طعم حلو قوي. ممكن كمان تغيروا تبقى جبنة مع زيتون، جبنة مع بقدونس، يعني زي ما انتوا تحبوا. ممكن كمان ما يبقاش جبنة خالص، ممكن تحشوها اي حشوة تانية، ممكن لحمة مفرومة، ممكن فراخ، يعني زي ما انتوا عايزين. كده العجينة بتاعتنا خمرت وحجمها تقريبا اتضاعف. هنبدأ بقى ان احنا نقطعها. هنفرغ منها الهواء زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، عشان نبدأ ان احنا نقطعها. انا هقطعها ل 15 قطعة، القطعة تقريبا هتبقى عاملة 55 جرام. الحجم ده هيبقى حلو قوي ومناسب جدا، يعني وسط كده، مش صغير ومش كبير. فلو عايزينه اصغر من كده ممكن تصغروا عن 55 جرام الواحدة، بس ما انصحش ان انتوا تكبروه عن كده لانه هيبقى كبير قوي بصراحة. مهم طبعا ان احنا نحط رشة دقيق كده في المكان اللي احنا هنحط فيه الكور بتاعتنا بعد ما نعملها. طبعا انتوا ممكن تستخدموا الميزان، او يعني بالنظر كده تحاولوا تعملوا القطع كلها قد بعضها. اهم حاجة تاخدوا القطعة كده وتعملوها الكورة، تفضلوا تلفوا فيها كده وتظبطوها بحيث ان الشكل بتاعها من فوق يبقى املس كده. دي الطريقة اللي هي بتتعمل عشان تخلي قطعة العجينة ملساء كده خالص. هنبدأ بقى نعمل كل الكمية ونحطها على الدقيق اللي احنا رشينه عشان ما تلزقش، مهم جدا. بعد ما نعمل كل الكمية بالشكل ده هنغطيها بفوطة أو بكيس بلاستيك عشان الوش بتاعها ما ينشفش وما يعملش قشرة معانا، وهنسيبها ترتاح كده تقريبا 5 دقايق بس عشان العجينة تبقى سهلة معانا في الفرد. بعد كده هنجيب أول واحدة ونحط عليها دقيق من تحت ودقيق من فوق، ما بنكترش قوي بس عشان ما تلزقش معانا واحنا بنفردها بالشكل ده. هنفردها على شكل مستطيل زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هنجيب الحشوة نحطها في النص على طرف العجينة كده من فوق، وبعد كده هنبدأ نقفلها. احنا بنحط الطرفين على بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، ونحاول ان العجينة تبقى واصلة لبعضها عشان ما يبقاش فيه فراغات في النص، ونبدأ نلفها بالطريقة دي. واخر جزء اللي هو مفتوح ده بنحاول ان احنا نقفله كويس جدا ونخليه من تحت، يعني لما بنيجي نرصها في الصينية لازم الجزء المقفول يبقى من تحت عشان ما تفتحش معانا لما نكون بنسويها بعد كده يعني. ودي واحدة تانية عشان تشوفوا طريقة التقفيل عاملة ازاي. نضغط الاول على اول جزء بايدينا وبعد كده نكمل لفة عادي.
ولازم الجزء اللي احنا مقفلينه ده يبقى من تحت. شايفين بجد شكلها بيبقى لذيذ جدا كده وملفوفة، فشكلها حلو قوي. دي واحدة بقى من قريب عشان يعني يبقى كده أكدنا بالظبط ازاي بتتلف. وبعد كده بنحطها في الصينية وبنغطيها ونسيبها ان هي تخمر لغاية ما يتضاعف حجمها. ممكن تاخد نص ساعة، تاخد ساعة الا ربع ساعة، المهم لغاية ما يتضاعف حجمها. بعد كده هنجيب معلقة البيض اللي احنا كنا شايلينها ونضيف عليها معلقة تاني كده من اللبن ونقلبهم مع بعض، ونبدأ ان احنا ندهن وش الفطاير كويس جدا. نحاول ندهن كل حاجة كويس قوي، يعني كل الجوانب وكل حتة فيها، عشان ده اللي بيديها اللون الحلو. بعد كده من فوق بقى هنبدأ نرش عليها حبة البركة، سمسم اللي انتوا تحبوه، يعني انا بحب احط الاتنين، فانا حطيت حبة البركة وحطيت السمسم. في الوقت ده هنبقى مشغلين الفرن على 180 قبلها كده ب10 دقايق او ربع ساعة عشان الفرن تبقى سخنة كويس جدا. هندخل الفطاير بتاخد تقريبا حوالي نص ساعة، بس طبعا عشان مش كل فرن زي التانية، من اول ما يعدي ربع ساعة تلت ساعة ابدأوا تابعوا الفطاير عندكم عاملة ايه في الفرن. لو لقيتوها خدت لون من الجنبين ومن تحت، ممكن في الاخر تفتحوا الشواية عشان تاخد لون كمان حلو من فوق. ممكن كمان تقلبوا الصينية وهي جوه الفرن كده، تلفوها كل 10 دقايق عشان توزيع الحرارة يبقى مظبوط وتاخد لون موحد في كل الفطاير. بعد ما بتخرج من الفرن بندهنها بقى بمعلقة زبدة أو بمعلقة زيت، ده اختياري بس بصراحة بيديها لمعة وطعم حلو، وخصوصا لو بالزبدة. وبعد كده بنغطيها على طول وهي سخنة بفوطة عشان تحافظ على الطراوة بتاعتها. نسيبها بقى متغطية كده شوية عشان تحتفظ بالرطوبة بتاعتها، والفطاير بتاعتنا تفضل قطنية زي ما هي. وبجد بقى استمتعوا بأحلى فطاير قطنية ممكن تاكلوها، فظيعة. ريحتها كانت مالية الدنيا وطعمها كان فظيع بجد. شايفين يعني انا بضغط عليها بتطلع تاني اسفنجية خالص. بصوا كمان من جوه عاملة ازاي، يعني الريحة لما اتفتحت كده، ريحة الجبنة مع الفلفل كانت روعة. انا مش عارفة انتوا قادرين تشوفوا تفاصيل العجينة نفسها عاملة ازاي، انا بحاول اوضحها لكم على قد ما اقدر، فبضغط عليها عشان تشوفوا قد ايه هي فعلا اسفنجية فظيعة يعني، ومستوية كويس جدا من جوه مش معجنة، فده اهم حاجة. بصوا هنا حاولت اقرب على قد ما اقدر عشان اوريكم تفاصيل العجينة من جوه عاملة ازاي، يعني عشان تشوفوا قد ايه العجينة ناجحة بجد بشكل فظيع. لو حابين تعملوا كمية كبيرة وتشيلوها، يبقى بعد ما بتسووها وتبرد تماما، ولازم تماما يعني ما تكونش حتى دافية، تبقى باردة خالص، يبقى هنحطها في اكياس بلاستيك ونشيلها في الفريزر. طبعا كل كيس بنحط فيه على قد الكمية اللي احنا هنحتاجها كل مرة. لما تحبوا تستخدموها طلعوها قبلها بفترة وتسيبوها كده على الرخامة في المطبخ لغاية ما تفك وتبقى بدرجة حرارة الغرفة هتبقى كأنها طازة. ممكن كمان تدخلوها في الميكروويف لثواني بتبقى تحفة. اتمنى بقى ان انتوا تجربوا الوصفة وتقولوا لي رأيكم فيها ايه، وبالهنا والشفا مقدما لكل اللي هيجرب الوصفة، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.